ابني ما بيجيش على الاونلاين يا مس، انا اسفه مش هقدر احجز معاكم. دي رساله من نوعيه الرسائل اللي بتجيلي من الماميز اللي لما بيعرفوا ان الكورس اونلاين ومش في سنتر، لا احنا مش هنعرف نيجي علشان ابني ما بيحبش الاونلاين. طيب في حاجه عاوزين نقولها، ان اول حاجه طبعا الاطفال مختلفين، في طفل بيبقى طفل حركي بيبقى الاحسن ليه ان هو ياخد كورس فيس تو فيس، فمفيش مشكله في ده. ولكن في الناحيه الثانيه محتاجين نقول ان في اطفال بيحبوا الاونلاين، وكمان الاطفال محتاجين يتعلموا ان هم ياخدوا كورسات اونلاين، لان ده اللي هيعملوه بعد كده لما يكبروا. هيضطروا ان هم هيذاكروا سيلف ستادي، او هيذاكروا على اللابتوب، او هياخدوا كورسات عن بعد. فالموضوع مهم ان هم يتعودوا عليه عموما يعني. ولكن خلينا نقول ان الكورس معانا طبعا بيكون مختلف. اول حاجه بنعملها في كورس الاونلاين، لما حد بيسالنا هو انتوا بتعملوا ايه في الاونلاين، يعني حلو زي الفيس تو فيس ولا لا؟ اول حاجه ان طبعا الطفل بيكون فاتح الكاميرا، وكل الاطفال فاتحين الكاميرات، وكمان التيتشر بتاعتهم، فبالتالي احنا شايفين كل طفل بيعمل ايه، وكل طفل مركز معانا، فدي ما بتكونش فيها اي مشكله. طبعا لما الطفل بيكون سنه كبير، مش لسه طفل مثلا يعني مش سن 4 سنين 5 سنين، فهو اوريدي قاعد وبيقدر ان هو يعتمد على نفسه. لو سن صغير زي 4 سنين او 5 سنين، هيكون محتاج ان المامي تكون جنبه علشان هتساعده وهتجيب له حاجه وهكذا. ايه تاني بنعمله في الكورس؟ طبعا الكورس ما بيكونش ان التيتشر بتتكلم والطفل بيسمع، لا الكورس بيكون عباره عن انشطه واكتيفيتيز بنعملها. بيتفرجوا على فيديو، بيسمعوا اوديو، بيلعبوا جيم معينه، وبعد السيشن كمان بيطلب منهم تاسكات زي ان الطفل يصور او يعني يمثل مشهد كده ويبعت الفيديو للتيتشر بتاعته، او يسجل حاجه بصوته ويبعتها لها، او بيكتب حاجه معينه وبيبعتها. طبعا بيكون في هوم ورك بعد كل سيشن. فالموضوع في النهايه بيكون زيه زي الكورس الفيس تو فيس، مفيش اي فرق. ولكن عايزه اقول لك انك لو ما جربتيش كورس اونلاين لطفلك، لازم تخليه يجرب، ولازم تخليه ياخد التجربه، لان هي دي الحاجه اللي هو هيعملها في المستقبل. لان المستقبل كله متعلق بالتكنولوجي، ومتعلق بالكورسات الاونلاين والكورسات عن بعد. فخليه ياخد التجربه علشان انت تعرفي، وهو كمان يعرف اذا كان هو حابب يكمل في الشكل ده ولا لا. وعايزه اقول لك ان احنا معانا اطفال كتير من مصر ومن دول مختلفه، الحمد لله. معانا اطفال يعني من ليبيا، ومعانا من عمان، ومعانا من فلسطين، معانا من الاردن معانا وسواء من جنسيات مختلفه او المصريين في الخارج. والحمد لله الناس شغالين والاطفال شغالين ومفيش اي مشكله، بالعكس بيكونوا مبسوطين بالسيشنز بتاعتنا، وبيكونوا مبسوطين بالاكتيفيتيز والحاجات التفاعليه اللي احنا بنعملها في خلال السيشن. وفي النهايه عايزه اقول لك ان احنا عاملين كورسز للاطفال من اول سن 5 سنين عندنا كورسات الفونكس، للعمر الاكبر من كده من اول 6 سنين و7 سنين عندنا كورسات الجنرال والكونفرسيشن للاطفال. تقدري تحجزي معانا دلوقتي، وفي خصم للناس اللي بيحجزوا مستويين مع بعض، وفي كمان خصم للاخوات. باي.